ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا ما كنتش ناويه اعمل فيديوهات النهارده. أه بجهز فيديو، فقلت علشان ما انزلش حاجه اي كلام اجهزه اكتر او اظبطه اكتر وانزله بكره. مش مشكله لما اقعد يوم او ما اعملش فيديوهات يوم. المهم، قاعده لا بيا ولا عليا، لقيت واحده من متابعاتي الجميلات كتبت لي على اسم قناه معينه، مش هذكر اسمها طبعا عشان ما اشهرهاش على قفايا، لان هي عايزه تتشهر على قفايا مع ان انا اصغر او اقل او قناتي بعدها احدث يعني. المهم، قالت لي ان هي عامله نفس الفيديو بتاعي اللي انا نزلته امبارح بتاع المرتب نزل وتقسيمه المرتب. انا نزلت لكم الفيديو وعملت تقسيمه المرتب، ان المرتب نعتبر ان الزياده 800. سبحان الله، هي اعتبرت برضو ان الزياده 800، الزياده ممكن من 600 800 1000 وهكذا، هي اعتبرت ان الزياده 800. انا قلت لكم هنقسمهم ميتينات وندخل في 4 جمعيات، سبحان الله برضو هي دخلت في 4 جمعيات، ميتينات 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 عادي، نفس التقسيمه بالظبط، بس هي بدلت بقى. يعني اول واحده، اول جمعيه، هي اول شهر هتجيب اللي ولادها نفسهم فيه بدل ما تتفسح، تاني شهر هتفسحهم، بعد كده تدخل في الجمعيه عشان تجيب اي حاجه بقى البيت عايزها. تاني جمعيه، بدل ما تقول ان تاني جمعيه هي للكتب المدرسيه، هي بدلت قالت اول جمعيه للكتب المدرسيه، تاني جمعيه للفسح والحاجه البيت. ما علينا، المهم انها نفس التقسيمه. مش هتكلم كتير ومش هطول عليكم، هو فيديو صغنن. فانا ماليش في الحوارات وماليش في الخناقات خالص، بس في نفس الوقت مانيش دقة عصافير، لا مؤاخذة يعني مانيش هطلة وهبلة لدرجة ان انا اسكت عن حقي، صح ولا غلط؟ المهم، فانا عملت بلاغ في اليوتيوب، عملت بلاغ عن الفيديو بتاعها، وحطيت اللينك، وحطيت اللينك بتاع الفيديو بتاعي. الفيديو بتاعي انا منزلاه من اكتر من 25 ساعة، هي منزله الفيديو بتاعها من 13 ساعة، يعني بعد الفيديو بتاعي ب 12 او 13 ساعة. نفس الفكرة، نفس ال 800 جنيه، نفس تقسيمة ال4 جمعيات، نفس هدف كل جمعية، واحدة كتب مدرسية، وواحدة عشان رمضان والعيد، وواحدة عشان الفسح وطلبات البيت، وواحدة علشان خاطر الذهب. يعني حتى طلعت الجمعية بتاعت الذهب هتقبض 2000 جنيه وهتجيب بهم ذهب، ايا كانت الذهب ايه، ممكن تبقى لعبة او بريمة، نفس الكلام اللي انا قلته برضو بالظبط. فانا مش عارفة اقول ايه. فبما ان هي بتاخد من فيديوهاتي، انا فتحت القناه بتاعتها بقى اشوف كل حاجه هي اداء، اول فيديو الاحظ او اخد بالي انها اخداه، حتى العنوان مشابه لحد كبير. فبما ان هي بتاخد من الفيديوهات عندي او بتتفرج عليا، فانا حابه اوصل لها انا يا حبيبه قلبي قدمت فيك بلاغ، وانتظري ان الفيديو ده يتشال خلال 7 ايام، لان هيتراجع الفيديوهين طبعا، الفيديو بتاعي والفيديو بتاع حضرتك، وهيبان مين اللي عامل الفيديو الاول. انا الوحيده على اليوتيوب اللي عملت التقسيمه دي واتكلمت عن زياده المرتب من قبل ما المرتب يزيد اصلا. كل قنوات التوفير لسه ما اتكلمتش في الليله دي. فمعنى كده ان انت اخده مني، انا مش اخده من حد تاني. فيا تحذفي الفيديو حضرتك من نفسك كده بكل ذوق واريحيه، يا اما اليوتيوب هيحذفهولك، والنتيجه بالنسبه لي واحده. فشكرا، ده دليل على ان الفيديو ناجح، بس برضو دليل على ان انت استسهلتي، قلتي القط اي فيديو باين ان فيه مشاهدات كويسه واعمله بدل ما افكر واعمل فيديو من دماغي. شكرا لكم، اسفه ان طولت عليكم، دي كانت مجرد رساله، وبعرفكم يا جماعه مش كل فيديو تشوفوه على النت يبقى فيديو حقيقي او صاحب الفيديو هو اللي عامله من دماغه. السرقه كتير جدا جدا جدا، والكذب كتير جدا جدا جدا. المهم ان الفيديو يطرقع وتوظف اي حاجه تانية. اشوفكم بكره مع فيديو جديد جميل هيعجبكم قوي 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 قوي، استحاله يتقلد. شكرا لكم، باي باي.